مبدئيا فإن الدارات تتطور من الحالة التقليدية والمتاعب إلى دارات متطورة وملائمة في ظروف جيدة تسمح للطالب أن لا يذوق مرارة الجوع والعطش والعري. ثم إن البيئة التي يعيش فيها توفر له المزيد من الاهتمام بصحته ونظافته. بعد بناء هذه الدارات وتوفيرها، ما هي الدور الذي ستلعبه الحكومة لحمايتها وتسييرها؟ جيد، على كل حال فإن لكل مشروع بداية ونهاية، ولكن حتى في الطور الأول والثاني أو الثالث إن انتهى المشروع لا يعني ذلك أبدا أننا نهجر هذه الدارات. فقد قلت لك لدينا مفتشية خاصة لهذه الدارات تتعلق بالوزارة، وهي التي تسيطر كل ما يتعلق بمشروع تجديدها. حتى وإن لم توجد بعض المشروعات تبقى المفتشية قائمة لأنها تعمل لوزارة التربية الوطنية، فهؤلاء هم الذين يسيطرون التدريس في هذه الدارات كما يفتشون المدرسين فيها. إذن فكل ما من شأنه عرقلة المشروع سيقومون بأمر من السلطات بتعديله وتقويمه. وقد قلت إن الوسائل التي من شأنها يتم العمل داخل هذه الدارات من المباني والكراسي وغيرها لتسهيل أوضاع التلاميذ، إذا انعدمت عندئذ قد لا تكون الأهداف محققة. ولكن إذا وضعنا في الحسبان أنه من هنا ل10 سنوات أو 100 أو 1000 سنوات، حتى إن لم تتزايد الأوقاف ولا تتناقص، والأوقاف ما هي إلا العبارة نجمع فيها أو نقوم ببحث عن مبالغ من خلالها مبالغ مالية تنفق في هذه الدارات ليستعين بها أصحابها في قضاء حاجات التلاميذ فيها.